بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعملوا صينية بسبوسة. أنا عايزة أوريكم الطريقة اللي أنا بعمل بيها البسبوسة السوهاجي. نقول السوهاجي دي كيس بسبوسة ده حطيته هنا أنا في البولة دي، وفي نص كوباية لبن، وان شاء الله ممكن ما اخدهاش كلها على حسب. وفي كوباية سمن، كوباية سمنة عشان البسبوسة بتحب السمن، وفي بيضة. نبدأ الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كوب السمن، كوب السمنة اهو. بعد كده انا بحب اعجن بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعجنها واحط المكونات كلها عليها، وبعدين هرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني حبايبي. بعد ما عجنا البسبوسة بقت بالشكل ده اهو. وادي الصينية دهنها سمن، هحطها في الصينية وارجع لكم تاني ان شاء الله اوريها لكم لما ادخلها الفرن. اهي حطيتها في الصينية اهي، وخبطت عليها طبعا عشان تتساوى، وان شاء الله ادخلها الفرن، ولما تستوي هطلعها واوريكم. وبعد كده هبقى اوريكم طريقة عمل الشربات. طبعا هنا هنعمل الشربات بتاع البسبوسة. دي كوباية سكر، انا ما بحبهاش مسكرة. ادي كوباية سكر. بعد كده هنحط كوباية ونص مية، كوباية اهي ونص، كوباية ونص مية بس. بعد كده نقطتين ليمون، نقطتين ليمون اهي بس كده. والشربات انا ما بدوبهوش، بحطه على النار كده. اهي بسيبه انا لما يغلي وحده، مش بدوبه، عشان لو حطيت كوباية سكر وكوباية مية هيبقى طعمها حلو، وانا ما بحبش الحلو. فيغلي وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني حبايبي اهي البسبوسة بعد ما قطعتها شكلها حلو اهي اهي. وده بدوب ما يعني بصراحة انا مش قادرة اقول لكم انها هي اهو ما حاملاش خالص اهي، مش حاملة خالص يعني. هي بسبوسة، وهي صح اسمها بسبوسة يعني اهي. وبالهنا والشفا للي ياكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.